أهلا بمشاهدي قناة عصر العلوم. بعد انطلاق أشغال التحديث والتطوير، دخل مشروع تأهيل ملعب أكادير الكبير أدرار مرحلته الجوهرية، استعدادا لاستضافة أبرز التظاهرات الكروية القارية والعالمية، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. وقد ركزت المرحلة الأولى من المشروع على إجراء تحول شامل يليق بالأحداث الكبرى، حيث تم استبدال أرضية الملعب العشبية بأخرى حديثة من أعلى مستويات الجودة وفقا لأحدث المعايير الدولية التي تفرضها الفيفا لضمان أداء مثالي وأعلى درجات السلامة للاعبين. ولم تتوقف عملية التطوير عند حدود الأرضية، بل شملت أيضا تعزيز نظام الإضاءة ليواكب أحدث التقنيات العالمية، مما يضمن رؤية واضحة وحية خلال المباريات المسائية، إلى جانب ترقية النظام الصوتي ليحقق تجربة سمعية غامرة للجمهور، وتحديث شاشات العرض العملاقة لعرض اللحظات الحاسمة بإتقان ووضوح. ولم يغب الجانب الخدماتي والرفاهي عن هذا التطوير، حيث حظيت مقاصف الاستراحة ومتاجر التجزئة باهتمام كبير لتحسين تجربة المشجعين. كما تم توسيع وتحديث غرف استقبال كبار الشخصيات والضيوف لتوفير أجواء راقية تليق بمكانة الحدث، إلى جانب توسعة مستودعات المعدات الخاصة بالفرق والحكام لتكون أكثر اتساعا وتنظيما. وأضيف إلى البنية التحتية للملعب بناء 4 ملاعب ملحقة مجهزة بأعلى المعايير لخدمة الفرق خلال فترات التدريب، مما يجعله مجمعا رياضيا متكاملا. كما أولى المشروع اهتماما خاصا بتحسين تجربة الوصول والخروج للملعب، حيث تم توسعة مرأب السيارات بشكل كبير لاستيعاب الأعداد المتوقعة من المركبات، وتأهيل محيط الملعب عبر تشييد طرق دائرية جديدة ذات مداخل ومخارج متطورة تسهل حركة تنقل الجماهير بسلاسة وأمان، مع إنشاء غابة من الأشجار والحدائق الجذابة حول الملعب لإضفاء مظهر طبيعي خلاب ورونق جمالي يستقطب الزوار ويعكس صورة مشرفة للمدينة. وبهذه التجهيزات المتكاملة داخليا وخارجيا، يصبح ملعب أكادير الكبير أدرار جاهزا ليس فقط لاستضافة البطولات الأفريقية والعالمية، بل ليكون منارة رياضية ووجهة حضارية تليق بمدينة أكادير وبروعة المملكة المغربية. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناة عصر العلوم ليصلكم كل جديد.